القرار لكم مع سحر عباس جميل. مساء الخير. في عام 1936 وخلال فترة حكم المغفور له جلالة الملك غازي، دعي العراق للاشتراك في مهرجان الكشاف العالمي اللي أقيم في أكبر ملاعب كرة القدم الألمانية بالعاصمة برلين، وكان برعاية الزعيم النازي الشهير هتلر. المعروف عن المرحوم الملك غازي أنه مولع بالأنشطة الرياضية والكشفية، ولذلك اختار بنفسه الوفد اللي راح يمثل العراق، وخلى المسؤول عليه الفنان التشكيلي حافظ الدروبي الله يرحمه. من التقاليد اللي معمول بها بهذا المهرجان أنه أي وفد مشارك من يبدي يستعرض ويوصل المنصة اللي عليها هتلر يتوقف ويردد النشيد الوطني لبلاده. وهنا واجهت الوفد العراقي مشكلة، لأن العراق بال36 ما بيه نشيد وطني، فقط كانت موسيقى السلام الملكي. بس ماكو شيء طبعا يصعب على العراقيين مثل ما حكينا ببعض القصص. الدروبي جمع أعضاء الوفد وقال لهم من نوصل يم المنصة انتوا رددوا وراي اللي راح أقوله. قالوا حاضرين، وقلوبهم طبعا ترجف من الخوف من الفضيحة. من نادى عريف المهرجان على الوفد العراقي انه يستعرض، تقدم الدروبي والكشافة بملابسهم الحلوة ورا، وقدام منصة هتلر ارتفاع صوته بلي يا بلبول، والاولاد تفاجئوا، لكن اخذتهم الحماسة فرددوا ورا بلي ما شفت عصفور، بلي ينقر بالطاسة، بلي ومحن راسه، بلي حليب وياسه. أيضا جاوبوا بلي. من شدة تفاعل الأولاد وهاي الهزوجة لأن حافظيها من الطفولة أدوها وعبالك فعلا نشيد وطني. الملعب كله قام يردد وياهم كلمة بلي، هو ما يعرف معناها بس عجبته النغمة. المفاجأة أنه النشيد العراقي اختارته اللجنة التنظيمية كأجمل نشيد وطني بالمهرجان، فجبناها على البرلمان الحالي اللي من بعد السقوط